20 غرام ديال خمارة الحلوى، اي انا عندي هنا كل وحده فيها 8 غرام، غادي ندير 2 ساشيات ونص. فاني وحده، ياغورت بنكهه الفاني، 100 غرام ديال الزيت المائده، او ممكن نعبروها بالكاس ديال الياغورت، 100 غرام كوك، 100 غرام ديال السنيده، 2 بيضات، معلقه كبيره ديال الزبده، نصف لتر ديال الحليب، وللتزيين عندنا اللوز. كنبداو في التحضير ديال البسبوسه. كنهرسو البيض، كنزيدو عليه الزيت، كنزيدو السنيده، الزبده، الفاني، الكوك. وكنخلطو كلشي مزيان. كنزيد الياغورت بنكهة الفاني طبعا، كنخلط. كنزيد الخمارات، 20 غرام ديال خميرة الحلوى، كنخلط مزيان. كنزيد السميده الغليظه، وكنزيد الحليب، كنخلط كلشي مزيان. كناخذ المول اللي غادي ندير فيه البسبوسه، كنخوي فيها الخليط ديالي، وكنخليها واحد 20 دقيقه ترتاح باش تشرب لينا، ما تبقاش جاريه بحال هكا. خليت البسبوسه ديالي ارتاحت، دابا كناخذ معلقه وكنخلطها باش تشرب مزيان داك السوائل اللي درنا فيها. كنصرفها كناخذ موس كنشرط به بشكل مربعات اللي بغينا، الحجم اللي بغينا ديالهم، غير كنشوفوا قداش غادي يكون. وكنحطو من وسط كل مربع، كنحطو من وسطو لوزه. حنا درنا الفران كيسخن من قبل، كندخلوها حسب لينا شدات في راسها وتحمرات صافي كنخرجوها. كنعاودو ندراسيو المربعات
البسبوسه ديالنا طابت. كناخذوا السيرو اللي حضرناه من كاس ديال السنيده وكاس ديال الماء، درناهم في كاسرونه على نار مهيله حتى غلاو وطفينا عليهم. كنسقعوا البسبوسه وهي سخونه. وما كنقطعوهاش حتى تبرد عاد باش كنقطعوها باش كاع ما تفرتت لينا. خليت البسبوسه بردات كنقطعوها مربعات بهذا الشكل. هي خصنا نخليوها تبرد اكثر. هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وبالصحه والراحه.